علينا أن نقف مع الدولة ليس لأنها دولة الإنقاذ، إنما لأنها تمثل سيادة الشعب وتمثل النظام والأمن. نقف معها نصلحها ونقومها وننتقدها الانتقاد الموضوعي فيما يصلحها ونسد الثغرات حتى نخرج من الأزمة التي نحن فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحديث البليغ، قالوا يا رسول الله يكون أمراء نعرف منهم وننكر، ظاهر أشياء الغلط الما من الدين واضحة بيعملوها، يقولون ما لا يفعلون، الحديث في صحيح مسلم، ويفعلون ما لا يؤمرون. الله ما قال لهم يقطع من راسهم يسووا، الله قال لهم سووا ما يسووا، ابعدوا منه. دين ألا ننابذهم نطلع عليهم نشيل السلاح ضدهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طبعا في ناس سياسيين كلام الرسول لا بينفع معهم، الرسول لك ما تطلع عليه، مش جبن أو خوف. النتائج سيئة والعواقب وخيمة والمآلات والنهايات رديئة. اسأل العراقيون وصدام سيتمنون وجود صدام وعدم انفجارات في كل مكان مع أنه كان جائرا وظالما. اسأل الصوماليون عن سياد بري سيقولون يا حلي الأيام، سل كلهم. لذلك العقل والدين والسياسة بتقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة. في طبعا ما بيفهم الكلام ده لأنه عنده السياسة فوق للرسول، ونحن عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام فوق للسياسة. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، معناه حقن الدماء كما قال ابن حجر وتسكين الدهماء، عشان ما يجي يقوم يجوط وده يضرب ضوء وحكاية جوط وما يلقوا شيء.